صلى بنا على النبي. وليكن الطول اللي هو خلي بالك المسافة هو نفسه الإزاحة. مسميات مختلفة عندنا في المنهج، طول عرض ارتفاع ده حاجة واحدة. في ناس بقى بتتلخبط ما بين الطول والمسافة ومين كمان والإزاحة. خلي بالك طول مسافة إزاحة نفس إيه؟ نفس الشيء. طيب صلي بنا على النبي. الوحدة الأساسية لقياس الطول هي المتر. طيب المتر ده لما أكون هجيب طول حيطة، طول شارع من بيتنا لبيتكم مثلا في نفس المنطقة، هجيبها بالمتر. طب أنا عايز أجيب طول كراسة، أنا معايا كراسة عايز أجيب طول الكراسة، بشتغل بمين؟ بروح أجيب المسطرة. طب المسطرة متقسمة أمتار ولا سنتيمترات؟ قال سنتيمترات. يبقى أنت عندك المتر في وحدة أصغر منه. أول وحدة أصغر من المتر اسمها سنتيمتر. طب أنا عايز أحول السنتي لمتر، كلنا عارفينها من الصغير للكبير بضرب، حافظينها من إيه؟ من ابتدائي وإعدادي. بتضرب في كام يا عم؟ قال لي ده المتر في 100 سنتي. المتر فيه إيه؟ من الصغير للكبير بقسم، آسف العكس. من الصغير للكبير بقسم ومن الكبير للصغير بضرب. طيب أنا عاوز المتر أحوله لسنتيمتر. من المتر للسنتي بضرب في كام؟ في 100. بضرب في كام؟ في 100. طب ما هي ال 100 لو جت اختصرها ناخد الواحد في 10 أس عدد الأصفار. معايا كام صفر؟ معايا صفرين، يعني 10 أس كام؟ أس 2. يبقى من المتر للسنتي بضرب في 10 أس موجب 2. بس يا شباب يبقى أنت عندك من المتر للسنتيمتر بضرب في كام؟ بضرب في 100. طب 100 اللي هي 10 أس كام اتفقنا؟ 10 أس 2. طب بعملها إزاي؟ صلي بنا على النبي. أقول لك 5 متر تساوي كام سنتي؟ أنت شاطر، أنت جاوبتها لوحدك 500. ال 500 دي جت منين؟ 5 في 100. ماشي صح. طب أنا عملتها 5 في 10 أس 2 برضه صح. تمام؟ طيب عاوزين بقى السنتيمتر، تقول لي هقسم على 100، ما هو من الصغير للكبير بقسم. طب أنا عندي 2 سنتيمتر تكافئ كم متر؟ تعال نشوف. أول حاجة المفروض أقسم على 100، يبقى 2 على 100. شاطر، يعني 2 على 1 في 10 أس عدد الأصفار، والمقام يطلع بسط، يبقى 2 في 10 أس سالب 2. ممكن أسيبها زي ما هي وممكن أقول له 2 من 100، بس أنا بقى مش عاوز 2 من 100، أنا عاوزك بس تحفظها من السنتيمتر لمتر. بدل ما أقسم على 100 ممكن أضرب في 10 أس سالب 2. 10 أس سالب إيه؟ 2.